بص يا عزيزي، عشان اكون صريحه وواضحه واجيب معاك من الاخر، في كل الظروف هي ست متجوزه. مبسوطه مش مبسوطه، حابسينها في الحمام بيدلقوا عليها ميه ساقعه بيدلقوا عليها ميه سخنه، هي ست متجوزه. حضرتك داخل دلوقتي في منطقه مش بتاعتك خالص. مش بس ان انت حاببها، لا ده انت حضرتك بتفترض سيناريوهات وعايز تدخل نفسك فيها. وفي كل الاحوال تاني افكرك بنفس الجمله الكلاسيكيه، هي ست متجوزه. عايزاه مش عايزاه ده موضوع ما يخصكش. من فضلك ما تخشش فيها عشان ما تشيلش بدل الوزر وزرين. وزر ان انت مشغول بواحده انت عارف انها متجوزه، والوزر تاني انك تخرب بيتها. وفي الاخر انت لسه مش عارف في علم الله اذا كانت هي ست كويسه ولا لا. لان مش الطبيعي، ما بحكمش عليها، بس مش الطبيعي ان واحده متجوزه تفتح باب كلام مع حد هي احتكت بيه بقى لسبب لاخر. كلنا ممكن ندخل اي محل نطلب حاجه، ما تجيش نسيب ارقام تليفوناتنا، بس لو حد حسينا منه بكلام في اتجاه اعجاب او في اتجاه خلافه بيترد رد واحد وسلام عليكم، وبتقفل الخط ما بيتفتحش تاني. لان حضرتك في الاول في الاخر صاحب محل او شغال في محل وهي ست متجوزه. اللي بيحصل خطأ بالطول وبالعرض. كون حضرتك بقى شايف ان هي مظلومه اذا هي ما قدرتش ترد الظلم عن نفسها او تقف لنفسها او تتخلص من الجوازه او تطلب الطلاق، فلا شأن لك بها لا من قريب ولا من بعيد. من فضلك تعجبك ما تعجبكش اتركها لله، بعدا عن وزر واثم وكارثه، وربنا هيعوضك بالاحسن منها باذن الله تعالى. من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ولكن ما تدورش لنفسك على مبررات عشان تخش في وزر بمقاس انت مش قده. ربنا يهديك ويهدي ولادنا كلهم.